معقول لسه بتحفظ بالطريقة القديمة إنك تكتب الكلمة 10 مرات وفاكر إن هي هتثبت في دماغك؟ الكلام ده عفى عليه الزمن خلاص. أنا جاي لك بالحل النهاردة، بقول لك إن في طريقة فعالة جدا أثبتتها نظريات التعلم الحديثة بتخليك تتعب مرة واحدة بس مش 10، وعلى الرغم من كده تحفظ 10 كلمات. أنا جاي لك بسلسلة جديدة النهاردة اسمها احفظها لوحدها تنساها. السلسلة دي اللي بتقول لك إن أنا ممكن أحفظ كلمة واحدة بس واتعرف على عيلتها تخليك ما تنساش ولا الكلمة دي ولا عيلتها، بل بالعكس ده أنا بكسب حصيلة لغوية كبيرة جدا. الفعل اللي معانا النهاردة هو فعل فاغن، اللي هو معناه يسوق أو يسافر أو يذهب لمكان وهو راكب. يعني فهمني إزاي؟ مش لازم يسافر من بلد لبلد، لا هو ممكن يكون رايح لمكان ما بس مش على رجليه، وهو راكب مواصلة معينة. الفعل فاhren انا ممكن احطه جوه جمله واقول مثلا ich fahre zur Arbeit mit dem Auto oder mit dem Taxi. وانا رايح للشغل بتاعي بالتاكسي. احفظ الكلمه جوه جمله كمان، ده امر مهم جدا. الكلمه الاولى من عيله فاhren هنطلع كلمه فارت معناها رحله، بس انهي رحله؟ مش الرحله مثلا ان انا رحت اسكندريه، لا ده انا اقصد بيها الرحله بتاعت الاتوبيس نفسه او القطر، يعني المسافه. الرحله هتستغرق ساعتين بالاتوبيس مثلا، فاهمني؟ فهقول لك مثال واقول دي فارت dauert 2 Stunden. الرحله استغرقت ساعتين. الكلمه اللي بعديها هنطلع كلمه فارا، ده اللي هو معناه السائق، وممكن احط قبليها حاجات كتير. ممكن اقول تاكسي فارا، ممكن كمان اقول بوس فارا، يعني انا بقول سواق التاكسي او سواق الاتوبيس او ايا كان، واقول مثلا der Fahrer ist so nett، السواق كان لطيف جدا او يكون لطيف جدا. دي فاكارتة دي معناها تذكرة السفر، وبالمرة فاكارتن اوتومات دي معناها مكنة تذاكر السفر الآلية، موجودة هناك في ألمانيا ومشهورة ومنتشرة بقالها فترة كبيرة. وخلي بالك لو اتفرجت على مسلسل ماين فيج ناخ دويتشلاند هتلاقي في أول حلقة، خلي بالك ان انا عندي هنا ممكن احط الكلمتين دول في جمله واحده واقول ich kaufe die Fahrkarte am Fahrkartenautomat. يبقى دي معناها مكنه تذاكر، دي معناها تذكره، ودي معناها مكنه تذاكر. يبقى ich kaufe die Fahrkarte am Fahrkartenautomat. ممتاز. الكلمة اللي بعد كده عندنا اسمها أبفارت. أبفارت معناها بداية الرحلة، المغادرة بتاعت القطر أو الأتوبيس أو أيا كان. بقول دي أبفارت ترمين ist 8 Uhr genau، يعني ميعاد الرحلة بالظبط الساعة 8. فدي أبفارت، أي حاجة فيها أب بتعبر عن البداية. شفت؟ فارن لوحده مش كفاية. بعد كده فاتسويج. دي فاتسويج دي معناها كلمة حلوة جدا على فكرة. تسويج مقطع كده معناه البتاعة، مش بهزر والله ده بجد. البتاعة اللي بنركبها، يعني تنفع تبقى عجلة، عربية، أتوبيس، قطر، أي مركبة فيكل في الإنجليزي اسمها بالألماني فاتسويج. ممكن أقول مثلا auf der Straße gibt es viele Fahrzeuge، في كتير من المركبات. فاربلان معناها خطة السفر أو خطة الرحلة. فبقول مثلا ich lese den Fahrplan، أنا بقرأ الخريطة بتاعت اللي هو مثلا القطر الفلاني مسافر الساعة كام وموجود في المكان الإيه، ده اسمه فاربلان، وأنا بقرأها يبقى دين عشان أداتها ديا عشان أكوزاتيف. الفعل فارن كمان فعل حلو جدا. تعرف إن أي كلمة فعل بيبدأ بفيا غالبا بيدي المعنى العكسي. يعني فعل كوفن، لو قلت فعل كوفن يشتري، فعل كوفن يبيع. طب الفعل مثلا ميتن يدفع إيجار، طب فعل ميتن يستلم الإيجار. شفت الحاجات الحلوة دي؟ فورن هنعمله في فيديو لوحده، اللي هو معناه يقود أو يوجه أو حاجة شبه كده. يعني لو قلت فعل فورن معناه يضلل، اللي هو إيه، بيعكس الموضوع. طب قول لي كده فعل فارن ده كده معناه إيه؟ معناه يضل الطريق، يعني اللي هو معناه بالظبط يتوه. Ich bin neu hier und ich habe mich leider verfahren، يعني أنا للأسف جديد هنا وضليت الطريق أو تهت. ودي كده نهاية الحلقة بتاعت النهاردة اللي احنا بنتكلم فيها على سلسلة احفظها لوحدها تنساها. أتمنى تكون استفدت ووصلتك الفكرة اللي أنا عايز أقولها لك، ويا رب بالتوفيق للجميع إن شاء الله.